العهد القديم كان هناك طرد ويتم طرد اللاعب وينقص الفريق حتى نهاية الآن في بديل، ولكن في التعديلات الجديدة ياخذ كرت احمر استبعاد وينزل بعد مرور دقيقتين لاعب بديل. صعبة، دقيقتين ونصف على نهاية الشوط الثاني والكرة بحيادة الفريق المضراوي. يجب هناك، هل يكون استعجال أو يستفيد الفريق المضراوي من النقص لفريق النور؟ يعني مباراة قوية، الصالة ممتلئة بالجماهير المضراوية والجماهير السنابسية. أنا يعني شايف جمهور المضراوي سائد، يعني يذكرني جماهير الأندية الكبيرة. اللعب هاشم بن الدين، محمد عباس، الصفار، محمد عباس الهاشمي، إلى من إلى باجي. برافو يا جاسم حداد، برافو حقيقة. يعني أشكر الإخوان في عربة النقل الخارجي، مخرج فوزي المحسن، صوت هناك نجيب آل حسين أو ايوه نجيب، وهناك المصورون عبد الله عيسى، سعيد مقبقب، وعيس من الاشراف الهندسي نافع المطيري، متابعه جبر الزواد، رئيس الانتاج خليفه ابو خميس، والمحطه رئيس سعيد اليامي. حقيقه كل الشكر لقناه السعوديه الرياضيه لتغطيتها ذات الرياضيه والديربي المباراه الجميله. هناك متبقي دقيقه واحده ايضا احمد نشكر حقيقه الاعاده جعفر واحمد وموسى، وهدف جميل ايضا حقيقه. هناك كثير من الشباب الموجودين خلف الكواليس، المهندس حقيقه موجود، عبد الرحيم ومراد ال سعيد، متابعه من الحقيقه موجودين هنا فيه محمد مكي حقيقه، والمتابعه موجوده. الكره مع الفريق المضراوي موجود، متابعه كبيره من الحقيقه من قناه ومحطه الدمام. هنا دخول خاطئ، دخول خاطئ، دخول خاطئ، 30 ثانية مباراة. هل يعادل؟ ممكن مباراة فاصلة. هل يستفيد؟ كم يكون هنا مخالفة الدخول. كرة عن فريق النور، نبيل، دخول اللاعب رقم 7 عبد الله آل عباس، هشام، خطأ على جنبي، عشر ثواني، 7 تسديد، جن، الله ضاعت هنا. أيها السادة المشاهدين، انتهت خلاص، مبروك لمضر، انتهت المباراة بفوز مضر. البطولة بطولة الأمير أو دور الأمير فيصل بن فهد السعودي الممتاز لكرة اليد. نبارك لمضر، والوصافة أهلاوية في حالة خلاص. شكرا لقناة السعودية الرياضية، شكرا للإخوان الموجودين. والآن سين الأحمد ينتقل للزميل في الاستديو التحليلي والأستاذ عيسى الجوكم. لك الكلمة، أو فهد الدريهم لك الكلمة. شكرا زميل حسين، وايضا نبارك مجددا لفريق مضر. كان هناك ثقة كبيرة جدا للمدرب عبد الرب الرسول بالفوز والانتصار. الفرحة عارمة بمنصة الدكتور سامي اليتيم، وان كان ايضا الوقت لن يساعدنا بالجمهور. الفوز جاء متأخر، لا تقول لي اني كنت واثق، الفوز جاء متأخر. الحمد لله. اللي يفهم كرة يد استاذ فهد يشوف اخطاء التحكيم، يشوف اخطاء التحكيم، يشوف الضغط اللي خلوا لاعبيننا فيه، يعرف ليش جاء الفوز متاخر. انا عندي ثقه في لاعبيني، باقي بطولتين حبيبي ابو علي، باقي بطولتين. انا اوعد الجماهير المضراويه ببطوله ثانيه، ببطوله ثانيه، بس اهم شيء انه يكون الكل يشوف بعين العدل، الكل يشوف بعين العدل. انا اهنيك لانك مدرب وطني، ونوقف لك باحتراما وتقديرا على هذا الحقيقه الطموح الكبير لديك. الحمد لله، الحمد لله. انا ابغى بس المسؤولين في اتحاد كره اليد يشوفوا المدربين الوطنيين، زين، يشوفوا المدربين الوطنيين. في 20 مدرب 30 مدرب احسن من ابو عزيز، بس اعطوهم الفرصه راحوا يثبتوا
انهم على قد المسؤوليه وراح يرفعوا اسم البلد عالي. اتمنى لك التوفيق. شكرا. سأتحول زميلي محمد العتيبي للجانب الاخر. محمد الكلمه لك. شكرا زميلي فهد. معي علي الخاطر اداري نادي مضر. اولا الف مبروك تحقيق الدوري وان كان بصعوبه. للمره الثانيه على التوالي. للمره الثانيه. الحمد لله رب العالمين. اثبتنا ونثبت ان يد مضر لا تكسر. الحمد لله حقق اليوم الابطال ما راهنا عليه. وقفت امامنا صعوبات عديده لكن جاوزناها. للمره الثانيه على التوالي اقول مثل ما قلت العام الماضي يد مضر قادمه وزاحفه لازاحه بعض الكبار من اللعبه. وها نحن الان للمره الثانيه على التوالي نحقق الدوري والانجاز داخلي وخارجي. ورغم الامكانات الضعيفه ورغم من القله ولكن الحمد لله عزيمه ابناء القديح قويه وارادتهم وعزيمتهم. نبارك للجميع اعضاء مجلس الاداره اعضاء الشرف الكل. الف مبروك للجميع. الحمد لله. الان انتم امام اختبار حقيقي اخر امام جمهوركم. امامكم كاس النخبه. الحمد لله رب العالمين. نخطط ان شاء الله باذن الله لن نقبل بغير الذهب في اي محطه من محطاتنا. واليوم راهنا على مدربنا ونجح. راهبنا على لاعبينا ونجحوا. وراهنا على ادارتنا وكانت على قدر من المسؤوليه. وبارك لجمهورنا جميعا. الف الف مبروك لكل ابناء القديح لكل ابناء القطيف لكل ابناء المنطقه الشرقيه كلهم جميعا. الف الف مبروك البطوله البرتقاليه والحمد لله. وستحتفل بنا ويزداد الكيك ان شاء الله. شكرا. العافيه. هذا كان تعليق سعيد الخاطر. اعود الان الى زميلي فهد رايم مع احمد العالي. تفضل زميلي فهد. شكرا زميلي محمد. وان كنا ايضا في هذه الفرحه الحقيقه الفريق مضر نبارك لاحمد العلي نقول لك مبروك. الله يبارك فيك. فوز جاء صعب جدا. لم يكن متوقع فريق النور يظهر بالصوره. جهد موسم كامل طلع في هالمباراه. متوقعين ان النور يطلع بهالمستوى لان مباراه تنافسيه ويعتبر ديربي. هذا ما في يعطيني ويعطيك. فريق مضر شلون شفته اليوم؟ والله الحمد لله جهدنا كله طلع في هالمباراه. جهد موسم كامل. تعب موسم كامل كله طلع في هالمباراه. الحمد لله رب العالمين وفقنا وحققنا الفوز. لك التوفيق. شكرا. سأعود زميلنا عيسى للحديث ايضا فنيا عن كيف فاز او كيف عاد فريق مضر في هذه المباراه وحقق الفوز وايضا فوز بالدوري. عيسى الكلمه اليك. شكرا زميل فهد. ايضا ننتقل الى الزميل محمد العتيبي ومعه احد الضيوف. تفضل محمد. شكرا زميلي عيسى. معي عبد الله العبيدي عضو مجلس اداره نادي مضر. اولا الف مبروك الدوري المره الثانيه على التوالي. الله يبارك فيك. وهذا الشيء نحب نبارك للاعبين الجماهير للامهات اللي كانوا دائما باتصالاتهم بدعائهم الى كل اللي يحب القديح واللي يحب كرة اليد السعودية. نهدي لهم هذا الفوز. اود ان تجاوب لانكم انتم في اختبار حقيقي. امامكم بطولة النخبة. امامكم النور يعوض جماهير الاهلي يعوض جماهيره وانتم تحاولون اثبات انكم ابطال الدوري باستحقاق. احنا طبعا ان شاء الله هذا الشيء اللي قدمناه راح نقدم ان شاء الله الافضل ان شاء الله في الايام الجايه. عندنا برنامج متكامل ان شاء الله لبطوله النخبه وبطوله الكاس ان شاء الله. وان شاء الله راح نحقق الشيء اللي احنا اساسا نطمح له وهدفنا هو ان احنا نحقق الثلاث البطولات ان شاء الله. الله يعافيك. شكرا. قبل ان اتحول زميلي فهد اختلط الحابل بالنابل هنا في صاله رعايه شباب الدمام. زميلي فهد تفضل. شكرا. بالطبع حاولنا الجمهور وان كان ايضا القائد الكبير حسن الجنوبي نقول لك مبروك. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه. شوف لي الكاميرا ديك عشان يعطيك الف عافيه ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين الله ما خيب ظننا وما خيب حضور هالجمهور. واحنا فريق اجتهدنا صراحه من بدايه الموسم الى الحين والحمد لله الكوره ما خيبتنا. وهذه الكوره تعطي من يعطيها. يمكن بعض الاوقات تخيب بس الحمد لله في الاخير ما يصح الا الصحيح. والحمد لله الله ما خيب ظننا وحققنا البطوله ورجعنا هالجمهور هذا فرحان ومستانس ان شاء الله. وعقبال الثنتين باذن الله. ليش فوزكم جاء متاخر؟ يعني في المباراه لم يكن فريق مضر هو فريق مضر. اولا زي ما انت عارف اليوم احنا نقابل فريق النور. فريق كبير. فريق يعني يعتبر المنافس الاول لنا في خلال الثلاث مواسم هذه الاخيره. ودائما مبارياتنا وياه ما تكون محسومه الا في النهايه. وزي ما انا تكلمت للشباب قبل بدايه المباراه قلت هذه المباريات ما فيها فنيات ما فيها مهارات. تكتيكيا تكون اقل شيء. اللهم الفريق اللي يكون اكثر تركيز واقل اخطاء في المباراه واللي يجتهد واللي يحتمل بالاخير. عيسى الكلمه لك.
من فهد انتقل ايضا للزميل محمد العتيبي ومعه رئيس نادي مضر سامي آل يتيم. تفضل محمد. شكرا زميلي عيسى. ابو كرم استاذ سامي آل يتيم رئيس نادي مضر، الف مبروك الدوري المره الثانيه على التوالي وبصعوبه. يبارك فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اشكركم على حضوركم المميز دائما. يمكن اكون انا اسعد انسان الان موجود في هالصاله في القديح، لان عندنا رجال ابطال ضحوا صالح ومن كاس العالم ضحوا من اجل بلدهم من اجل ناديهم، اعطيهم العافيه ما قصروا. اهدي هذا الانجاز الى اميرنا وحبيبنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد على دعمه اللامحدود لجميع انديه المنطقه، وبالاخص ما ننسى كلامه لما جلسنا معاه في اجتماع وحثنا على بذل المزيد في خدمه شباب البلد، المحافل الدوليه والمحافل نتمنى التوفيق ان شاء الله. اهديه الى نائبه صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ورئيس النادي الفخري مع الشيخ فيصل الشهيل والشيخ عبد الله السيهاتي وابو صقر الزامل وجمال العلي وجمعيه مضر وجميع اعضائها والراس العام رعايه الشباب قد جمع ضوء على كل من دعم هذا النادي ولو بالكلمه الطيبه. ابي وش كان وضعك في اخر ثانيتين يوم الهجمه الاخيره لنادي النور؟ لو جت التعادل لو رجع التعادل راح تكون فاصله مع الاهلي لو انه فاز على المحيط، لكن كان وضعك النفسي فيها والله وضعي يمكن اكون اتعب واحد موجود، لان بكل صراحه جهد سنه جهد موسم ما كنا نتمناه يضيع. شبابنا دائما يثبتوا انهم معدنهم اصيل ودائما في المحاك ما يخيبوا جماهيرهم اللي جايه تساندهم واللي جايه تعازرهم. قبله اطبح على جبين كل لاعب فيهم، كل الجهاز الاداري والفني وعلى الجماهير الموجوده، ويا رب ان شاء الله من فوز الى فوز ومن نصر الى نصر، وراح نمثل ان شاء الله اسيا مع الاشقاء نادي الخليج. وانا اشكرهم واقول لهم نحن تحت امرهم تحت تصرفهم في اي شيء يحتاجونه منا لكي يكون تنظيم رائع وجيد ان شاء الله. هذا عدد. الله يسلمك ويبارك فيك. شكرا. هذا كان حديث رئيس نادي مضر. طبعا اذكر صاله رعايه شاو لم يبقى طفل في المدرجات الا نزل الى ارضيه الصاله بعد نهايه المباراه.